بساحة باب الحد بالرباط افتتح رسميا فضاء المشجعين الذي يضم عدة أروقة متنوعة ستفسح المجال للجماهير الرياضية طيلة هذه المنافسة العالمية للتعرف واستحضار وأخذ صور تذكارية مع كأس العالم للأندية المغرب 2014. وبهذا الفضاء في أجواء احتفالية سيكون بإمكان الزوار متابعة ومشاهدة المباريات على شاشات كبرى. طبعا احتضان التظاهرات الرياضيه ماشي فقط على الرقعه ديال الملعب، ماشي فقط بالنتائج. ما ننساوش بان الرياضه هي ايضا قيم، هي واحد المجموعه ديال المبادئ اخلاقيه اللي يعني في التقييم النهائي ديالها، وبالتالي فايضا هذا الفضاء كيجي في هذا السياق، بمعنى انه واحد الفضاء اللي كيوفر واحد الجو ديال المتعه ديال الاحتفاليه ديال الكرنفاليه بواحد التظاهره الرياضيه اللي كتحضرها بلادنا، واللي طبعا هي الانديه ديال كاس العالم للانديه البطاله. كأس العالم للأندية حدث يحظى المغرب بتنظيمه للسنة الثانية على التوالي، وقد اتخذت كل الترتيبات لإنجاح هذا الحدث الكبير. وكذلك أؤكد على أنه جميع الاحتياطات وجميع الإجراءات قد اتخذت من جميع المصالح لكي تمر هذه التظاهرة في أحسن الظروف، ولكي نستقبل جميع المتفرجين والمشاهدين من جميع أنحاء العالم في ظروف حسنة، وحتى تكون لهم ذكرى جميلة عن بلدنا. بعد الرجاء السنة الماضية، الموعد هذه السنة مع فريق المغرب التطواني فريق الحمامة البيضاء الذي يتطلع إلى تحقيق أفضل النتائج في هذه البطولة العالمية للأندية. كل الجماهير المغربية غادي تكون مع تطوان، وتطوان اليوم ما كتمثلش مدينة تطوان فقط، غادي تمثل المملكة المغربية. احنا الجامعة الملكية وضعت كل الإمكانات رهن إشارة المغرب التطواني، وبطبيعة الحال كلنا وراء المغرب التطواني إن شاء الله، من أجل يعني تحقيق نتائج أولا كتشرف الفريق المغرب التطواني، ولكن كتعطي الصورة الحقيقية للكرة المغربية ووضعها بين هذه القارات. بعد الرباط غدا الافتتاح الرسمي بمدينة تطوان ليستمر هذا الاحتفال الكبير بكأس العالم للأندية من 10 إلى 20 من هذا الشهر.